الفيديو لينا في القناه، وعايزك تعمل لي لايك واشتراك كده حلوين للقناه، وعايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا ليك يا رفيق. وعايزك كمان تعمل حاجه تانية، تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتفضلي نفسك حبه، لان السهره طويله حبتين. ويلا بينا نبدا الفيديو. وبيظهر فاي مع اخوه وبيتفرجوا على منظر المدينه، وكان عاجبهم قوي منظر المدينه، وهوب اتحولت وفجاه تعدي مركبه، وفاي كان بيقول له بودر اللي انا عايز اركبها يوم في الايام، ولكن واحد صاحبي يرد عليه يقول له لا انا عايز اوقعها في يوم من الايام. وبعد حبه تنطيط كتير كانت فاي بتقول لبودر يلا نط. بودر اخد شهيق وزفير وبدا يتشجع، ويا ريته ما نط، كان هيقع في اخر لحظه، لكن فاي راحت ماسكاه وراحت مطلعاه. وبدات هنا بقى حوار جديد، قال احنا لو فيندر عارف اللي احنا بنعمله ده هيعمل لنا مننا فراخ محمره. قالت له ما دبتكوش على ايدكم، انا اللي عايز يجي واللي عايز ما يجيش، عايزين تكملوا ولا ايه؟ وهوبا راح لقينا الاخ ده بيفتح الشباك لكن ما عرفش يفتحه. انت طب سلام. بعد كده بتقول لهم دوروا على اي حاجه جديده او على اي حاجه ليها قيمه. راح بودر راح لقى الماسه دي وما طلعتش ماسه. بعد كده هم بيفتشوا في المكان اكتر واكتر، عرفت ان في حد جاي عليهم، قالت له يلا اقفل الباب. وهم بيدوروا ومتلهوجين، فجاه كده البيت كله بيقع بسبب الماسه دي، وبدا الشرطه تعرف ان في حد فوق، وبدات دلوقتي يعني نشوف احلى مطارده، وكلهم بيجروا عايزين يمسكوهم لانهم عرفوا من المدينه السفليه، وبداوا يجروا ويهربوا، والكوبري اترفع. لكن مع كل ده ما عرفش يوقعهم. هيقع يا صديقي؟ لا والله. وعرفوا يهربوا من المكان ده اللي انت عرفته هو فين. وهم بيهربوا لقوا العصابه دي، قال لهم هاتوا النصيب، خد النصيب. وبودر كل ده قدام عينه وكان خايف من اللي بيحصل له ده. راح بعد كده قال لا مش هيخلص على الامر على كده، قال له طب اضرب ووريني. وبعد كده ما عرفش يضرب ورجع من مكان ما جه. وبعد كده بودر كان خايف من الولد ده لانه هيقبض عليه، راح عمل فكره ذكيه، رمى البضاعه في الميه وطلع يجري. وبعد كده فيندر دخل وقال لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي خلاكي تاخديهم المدينه العليا؟ المدينه العليا مكان خطير جدا، والمدينه العليا دي لو وقعتي فيهم تاني ممكن يموتوكوا، وانت ايه ده؟ الكلام ده على مسؤوليتك انت، وايه اللي عملتيه في ايديكي ده؟ ما كانش ينفع تعملي كل الكلام ده. وبعد كده نتقال ان الشرطه بدات تدور عليهم، وبداوا يدوروا عليهم. قالوا له احنا بندور على عيال هنا كانوا في المدينه السفلى وجم عملوا حبه قلق عندنا. قال لهم مش هديكوا اي معلومه. بدا الشرطي يعلي في صوته، راحت جت بعد كده الشرطيه وقالت له سيبني معايا هتكلم وهخرج منه المعلومه. قالت له خلي بالك العالم اللي اتسرقت دي عالم اغنياء جدا ومعاهم حاجات تحول المكان ده لحلوه. قال لها برده مش هديكي اي معلومه. راحت رمت له كده اسوره، وهو عرف الاسوره دي بتاعت مين وقال ليه كده. وبعد كده انتقل الحوار في حته تانية خالص بينهم هما الاثنين. قال لها انا لقيت الماسه دي. قالت له برافو عليك. قال لها طب اقول لفيندر؟ قالت له لا، لان احنا يوم في الايام هنكبر وهنطورها وهنخرج على المدينه العليا لان عايز اخد انتقام. وبعد كده بيظهر القط ده عايز يهجم على الفار، والفار قاعد وخايف، لكن بعد كده يشرب من السائل ويتحول لفار لوحش كبير. ويظهر بقى بعد كده سايكو ومعاه الدكتور بتاعه، وقال له احنا عرفنا ننجح في التجربه، تفتكر ان انا هسيبك كده يا رفيقي؟ لا يا رفيق، هندخل على الحلقه الثانيه على طول، يلا لان الرحله بدات في الاقلاع، وهي تلحقها يا ما تلحقهاش. بدأت الشرطيه بتجمع في البيت، وكان بيقول لهم ان ده اقتحام، وهي بتقول له انت معاك الحاجات المحظوره دي من امتى؟ قال لها ده العلم. قالت له علم ايه اللي يخليك معاك حاجات محظوره بالطريقه دي؟ انا اسفه، ابلغ الكلام لعميد الكليه عشان انت دلوقتي لازم يتقبض عليك، والمعلم ده فيكتور وهيبقى ليه دور جاي قدام وهيبقى ليه دور كبير قوي في المسلسل. راحت بعد كده قالت له انت لازم يتقبض عليك. وهوبا ده مين؟ ده الدكتور قال له اللي انت عملته ده حاجه كبيره، وهنا عملت حاجه غلط ولازم تصلحها. انت كنت معاك المعدات دي بتعمل بيها ايه؟ والحجر ده كنت بتعمل بيه ايه؟ انت عملت مشكله كبيره. راح هو بعد كده راح رد عليه وقال له انا عايز ادمج العلم بالسحر. قال له علم ايه اللي تدمجه بالسحر في الحجر الاركين؟ الكلام ده مش منطقي وملناش دعوه بيه، ولازم تعترف بذنوبك عشان اقل ما حاجه فيها تطرد بدل ما تتسجن. وبينا مره كانوا قاعدين، لا الولد ده بيتحدف عليهم يا رفيقي، ايه ده يا عم في ايه؟ وبعد كده بتبص فاي وعرفت اللي هي الحكومه وعايزه تقبض عليهم، لكن عرفت تطلع. وبعد مطارده كبيره بصت بعد كده فاي على الولد، قال لها خدي يلا واطلعي، وعرفت تهرب. ونبص هنا على المنجايه ونعرف ان اللي هي مستشاره المجلس الاعلى اللي هيحاكم عميد الكليه او الدكتور الكليه اللي هو كان عايز يربط العلم بالسحر. وبعد كده قالت له انت ايه اللي خليك تعمل كده؟ قال لها عايز اربط العلم بالسحر، ونبدا بعد كده فئه جديده وجيل جديد. المجلس كله هاج عليه، ومن اولها الدكتور قال له ما ينفعش تعمل الحركه دي، ولو عملتها ده اكبر تاريخ تدمير البشريه. وهنا ظهر بعد كده سايكو اداله عرض عليه السائل ده وقال له اشرب السائل يا رفيق. قال له لا يا عم. قال له عدلك الاختيار عشان تساعدني في المدينه العليا. وهنا يسأل فيندر، والشرطه بتحاول اللي هي تقلل من حجمه وتقلل من قيمته. وهنا بقى خلاص فيندر كده نعرف اللي هو
انه بقى خواف وخايف ياخد حتى القرار. وهنا بعد التهزيق ده كله جت بعد كده فاي وقالت له لازم نحارب. قال لها ما ينفعش نحارب لانهم هم اكيد هيدمرونا ومعاهم حاجات اكتر مننا واغلى مننا. وبعد كده راحت بصت لاختها وادت لها دبدوب ومشت. بعد كده الشرطه بتقول لها ايه اللي انت عملته في الحانه ده احنا كنا ممكن هناك يتعمل مننا فراخ محمره وما ينفعش اللي انت تعمله. قال لها يعني هنسيبهم كده كتير ولا ايه؟ قالت له لا. ولسه برضو بعد كده بيفكروا وفجاه لقوا حاجه نزلت وقالت هي مش هتخلص على كده، دي بدات. تفتكرني كده انا هخليك كده يا رفيق؟ يلا في الكويكلي على الحلقه الثالثه. بقول لك يا رفيق خد راحه ونرتاح ونرجع على طول. ارتحت؟ يلا بينا ندخل على المدعكه الحلقه الثالثه لان فيها حوارات كتير. وهنا دخل المعلم دخل على فاي وقال لها لازم تستخبي وانا هكون كبش الفدا. وراح قافل الباب عليها وراح خرج للشرطه والشرطه قبضت عليه ولسه الشرطه هتاخده على السجن. هوبا طلع اخوه وقال له انتوا واخدينه على فين؟ ده اخويا وده من لحمي وابويا، يلا بينا. وراح طلع عليهم الوحش وراح اخدهم كلهم. قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له انا عملت اللي كان لازم يتعمل، انا عايز اطلع المدينه العليا واخد منهم الاحترام واستقل بالمدينه السفلى وتبقى اسمها زون. قال له يعني انت كده هتعرف تعملها بوحوشك دي؟ قال له هعملها وعدي لك الاختيار، يا اما تكون معايا يا اما تكون ضدي، وخد اشرب الماء السائل وتكون معايا. قال له مش هشرب حاجه وخليني كده في حالي، وبقول لك ابعد عني بقى. وكده خلصنا من ده. بعد كده هم كانوا بيحاولوا يفتحوا هنا البيت او بيفتحوا مكتب معين، لكن بعد كده اتقفشوا ما عرفوش يكملوا واتقفشوا من المنجايه دي. قالت لهم انتوا بتعملوا ايه؟ قال لها انا عايز اثبت دليل براءتي. قالت له حاضر لان انا منجايه هسيبك تثبت دليل براءتك وكلها اخرتها 48 ساعه وانا اروح اشغل الحراس. وبعد كده بيجربوا بعد كده الماسه مش جايه معاهم واحده واحده وهي برده مش جايه معاهم، لكن عملت نور ضخم والنور ده ضخم هتعرف انه كان سبب اللي هو يجيب الشرطه. وبعد كده عندك الاخ بودر قاعد يدمر اي حاجه يلاقيها قدامه، زعلان لانهم سابوه لوحده، كان عايز يروح ينقذ ابوه لكن هم سابوه وفرضوا عليه كده وفضل يدمر مع اي حاجه يلاقيها في قدامه. وبعد كده افتكر الماسه وقال لك هي هتكون الحل. وهنا الدنيا في طاقم والوضع كله بقى خراب في خراب. وبعد كده نرجع بعد كده لفاي وقالت له انا هجيب حقك سيبني عليهم وانا هجيبهم لك شمال في يمين. قال لها روح لهم. طلع كل دول تفتكروا انهم هيقدروا عليه؟ قولها معايا لا والله. جه اول واحد تخين الفيل قال له يلا يا اللوبي. جه بعد كده كتير وكتير كلهم فوق وتحت وفاي كل ده بيضرب اي حد يجي قدامه وبودر كل ده انذار بودر. بعد كده جه الوحش الاخير الوحش العنيد قال له مش هتعرف تعمل معايا حاجه. قال له يلا بينا نبدا. وبعد كده جه الدكتور وبيجري لقى الدنيا كلها خراب في خراب. بعد كده لقاهم كلهم بالمنظر ده عرفوا ان العمليه نجحت والتجربه عرفت تنجح. وبعد كده راح بودر رمى لهم قنبله حلوه كده والقنبله دي دمرت المكان جابته فوق فحت تحت ردم. وبعد كده لقى الوحش قام وقال انا عايز اضرب اي حد، تعالى يا فندر هروح هاخدك على اللوبي. بعد كده راح هوب رامي فندر وبعده بعيد ونلاقي فندر هنا واقع عند المحلول. وفندر بعد كده وهو واقع في المحلول لقى بعد كده اخو عمه بدا يبص له مستغرب ايه اللي حصل ده. عرف انه اخذ المحلول وضرب اول واحد سايكو وبعد كده راح ضرب الوحش اللي معاه. وبعد كده المكان اتفجر تاني. وبعد كده بنلاقي ان فاي بتعيط على ابوها انه مات كل ده بسبب بودر وقال لها ما تعمليش حاجه فيه وخليكوا في ظهر بعض. لكن هي ما سمعتش الكلام وفضلت تعيط وسابته. وبعد كده لقينا الاخ بودر قاعد يعيط هو كمان. وبعد كده اتقبض عليها هي كمان وقال لها اوعي تعملي صوت. وراح واخدها واحده واحده كده وراح طالع بيها على اللوبي. وبعد كده بنوصل لاخ بودر حاضن عمه وقال له انت اللي باقي لي. قال له ما تخافش هنرجع حقك وهنطلع على المدينه العليا. تفتكر ان انا هحسبك كده يا رفيق؟ يلا بينا على الحلقه اللي بعديها. انا نسيت هي الحلقه الرابعه ولا الكام. يلا بينا وسرعه في الاداء. وتبدا الحلقه بالعصابه الغريبه دي. والعصابه الغريبه دي جت في يوم المدينه اللي هي عدت عليها 100 عام وجايه تحييهم بطريقتهم، ولكن التحيه كانت مختلفه حبتين. المهم نطوا على المركبه والمركبه دي كان فيها حبه من السائل الغريب ده وربطوا صاحب المركبه اللي هو القبطان وبداوا اللي هم يطلعوه. بس فجاه الدنيا اتبهدلت وغمقت. طلع مين؟ بودر بشكله الجديد. قال لهم يا خاينين انتوا عرفتوا مين موجود هنا ولا ايه؟ ولا انتوا جايين ولا عارفين اي حاجه؟ طب يلا بينا هاخد كلكم فوق فحت تحت ردم. وفعلا جابهم كلهم وراح ضربهم كلهم. جه الراجل ده وبدا يعبي في السائل فبودر اتغل واتغاظ. تفتكر ان بودر هيعمل ايه؟ قال لهم طب ثواني كده. بودر اختفى حبتين ثلاثه وطلع لهم بالمتعدد ويضرب في اي مكان. وفين يقابلك؟ ايوه يا بودر على وضعك يا حبيبي. وكون هو بيضرب بغل لكن خرب المركب كلها. بعد كده جه قائد المركب وقال له ده انت خربتها كنت المفروض تحميها مش تخربها يا حبيبي. قال لها مش مهم هروح لعمي. وبعد كده بتبدا بقى المنجايه دي. والمنجايه دي اسمها كيد وكيد هيبقى ليها دور كبير في الحلقات اللي جايه وهتستمر معانا حبه حلوين. المهم كيد لقت حد من الواقعين دول وقالت له انت ايه اللي وقعك؟
القائد وقال لها مالكيش فيه، انت تروحي على الخيمه للاعمالك الاداريه. يا ريتني كنت اعرف فين اعمالها الاداريه عشان اروح للمنجايه الغريبه دي. المهم بعد كده ينتقل الحوار عند الناس دي وبتقول له احنا عايزين نبيع المشروع ولازم نفتتح بقى حق المدينه في حق المشروع. وبعد كده هنا بقى بدأوا الحفله الكبيره وتحيه للمشروع، وعرفنا كده ايه الاحتفال بال100 عام والاعلان عن المسا رسميا. بدأت كيد وهنا كيد شافت حريقه من بعيد، بس يا ريتها ما راحت، كله راح وكيد راحت، لكن بعد كده بقت مرميه على الارض وبتشوف مين اللي عمل الحرايق دي ومين عمل الحوارات دي. فبتكتشف انه هي واحده كان شعرها كبير واحنا عرفناه هو مين. وهنا قرر المجلس انه يزود كرسي كمان، بقوا 8 مستشارين. وهنا بقى اكيد بتقول يا ريتني كنت عرفت ده مين، ده مين اللي كان عامل الانفجارات ده مين اللي كان عامل الحوارات الكتيره دي. قال لها ده انت ما عرفتهوش؟ قالت له انا عايز اعرفه. قالت له انا عايز اعرفه عشان اعرف اخد حقي منه. لكن هو قال لها بعد كده وكسفها، قال لها انت كده كده هتأمني بيت باباكي عشان ما ينفعش اللي انت تيجي وتحاربي تاني، وكده كده انت هيبقى ليك الاعمال الاداريه يا منجايه. وبعد كده بقى ينتقل الحوار في حته تانية، ان الفيل ده كان بياكل ومره واحده اتضرب واكل علقه سخنه مش عارفين من مين، لكن احنا هنعرف كمان حبتين بصفت يبقى عرفنا احنا هو ده اتضرب من مين اكيد. فاي راجع من جديد. وهنا يتقفل الحلقه اوام وبعد كده ندخل على الحلقه اللي بعديها. السرعه في الاداء. وعلى الحلقه اللي بعديها دخلت لفاي وقالت لها خلي بالك في واحد ولع المدينه امبارح وعايز اعرفه ده مين، وخلي بالك لازم تشاركيني وتثقي فيا، وخلي بالك من الصوره دي وركزي فيها شويه. راحت فاي راحت هايجه وقالت انت جبتيها منين؟ مفيش غير واحده بس اللي معاها الصوره دي، اكيد انتوا عرفتوا مين. قالت لها مالكيش دعوه عايزك تساعديني. قال لها طلعي لي من هنا. قالت له لا انا مش مطلعاك. ازاي اطلعاك؟ وبعد ثانيتين لقينا اللي هو فعلا عرفت تطلعه من هنا. وبعد كده فيكتور كان تعبان وكل شويه يمرض. وهنا بوردر بيحاول يجرب حاجه جديده، لكن القنبله باين قوي انها فشلت لان القنبله كان عايز يصنعها. وبعد كده لقينا الاخت دي تعبانه ومش قادره تعمل اي حاجه لان جرى حبه جري حلوين وفضلت قاعده كده حبه حلوين. وبعد كده جت لها فاي وادت لها طقم عشان بدل ما ياكلوها. وهنا طبعا بيحاولوا يلاقوا حل لعلاج فيكتور، وفيكتور مش عارف يلاقي العلاج، لكن اكتشف ان السائل ده هو الحاجه الوحيده اللي يقدر ينقذهم من الحوارات دي كلها. وبعد كده هنا بدأ الحوار. هنا فاي كانت بتتضرب من كل مكان، وفاي كانت خلاص بتخلص ودقيقتين كنا هنودعها، بس هنعمل ايه؟ جت واحده وانقذتها، بس هي بتبص لها هنا نظره شفقه، لكن ما كملتش كتير لان الاخت اللي هي الشرطيه عرفت تنقذها. وبعد كده بدأ ان فعلا يكون في ثقه بينهم هما الاتنين، وقالوا احنا كده كده مكملين مع بعض. وطبعا الاخت دي عارفه كل حاجه، وطبعا قالت له خلي بالك دي في واحده جت. قال لها مين؟ فاي. وده كان منظره. ما هنا كانوا في حاله من الرومانسيه، قاعده بتقول له انا كنت منبوذه من اهلي ومفيش غيرك انت دلوقتي اللي بقيت عيلتي. وخلصنا الحوار ده سريع، وبقيت طبعا فاي مع الشرطيه وبيفكروا هيعملوا ايه بعد الاصابه بتاعت فاي. وطبعا اتنقل اوام منهم كانوا في فخ. وبعد كده بودر ثبتها وقال لها انت عملتي ايه؟ هو كان في ايه هناك؟ هل هو ايه ده؟ هو فاي راجع معاه واحده تانية ولا ايه؟ وفضلت تقول له اه وانت بقيتي لوحدك. وبعد كده كانت بتعالجه. وبعد كده نقلنا هنا مره واحده على الراجل الطيب ده بيقول له القنبله دي بتاعت مين ومين اللي عملها كده وبالطريقه دي، والقنبله دي خطيره قوي وكده يبقى العالم السفلي خطير قوي، لازم نبدا نواجهه من تحت ونستعد للحرب. واخيرا بعد لقاء كبير عرفنا ان بودر اخيرا كان ماسك الماسة، وعرفنا مين اتقابل مع مين والبكاء الكتير. بس جات له هلوسه ان اللي هو هيبقى لوحده وان شرطيه مع فاي، فقرر اللي هو ينتقم ومسك المتعدد ويضرب ياض على وضعك يا بودر على طول بالمتعدد ويضرب في كل مكان. وبعد كده فاي وقعت وكده. بعد كده فاي بقت مرميه وواقعه وكده يبقى هي اتخطفت. وهنشوف الحلقه الجايه ايه اللي هيحصل. مش هسيبك كده، يلا على الحلقه الجايه يا رفيق. فان فائت وبدأت تبص شمال في يمين عشان عايزه تعرف مين اللي خطفها، واللي خطفها الولد ده. والولد ده اللي ساعدها في اول المسلسل خالص اول حلقه ان هو يخليها تطلع على السلم، وقال لها خلي بالك انت دلوقتي الدنيا اتغيرت وانت ما تعرفيش اي حاجه ولا تعرفي اختك بقت ايه. قالت له بقت ايه؟ عملت تحالف مع مين؟ مع عمك اللي هو عمو ساليكو. وخلي بالك بقت اختك دلوقتي مش هاممها اي حاجه ولا كبير ولا صغير، وبقت بتدمر اي حاجه في اي حاجه. وخلي بالك دول الابطال اللي احنا كتبناهم هنا واللي احنا عرفناهم. مش عارف بقى ايه اللي حصل لاختك وليه هي قلبت كده وعملت كل الحوارات دي ودخلتنا برجليها في حوارات احنا ملناش دعوه. بيتنقل الحوار اهم لفيكتور وهو بيحاول انه ياخد الجرعه، ودلوقتي خلاص هو في دماغه انه هياخدها، يعني هياخدها وقفل على كل المواضيع والحوارات، وبدا اللي هو يداوي وياخد الحقنه. وبعد كده هنا جاب لهم صندوق، والصندوق ده عم سيليكون فيه دخان، والدخان اي حد بيشمه حرفيا بيتخنق. قال له خلاص هعترف بيك خلاص، واعترف بيه. وهنا الاخت دي بتقرا رساله وعرف ان امها راجعه، وامها دي دكتوريه كبيره وبتحب
بتحب الحرب. وهنا ننتقل تاني اوام على الشرطيه، قالت انت ليه خطفتنا وعملت كل الحوارات دي؟ وبعد كده الشرطيه تعرف ان فان مع الولد ده. وبعد بودر يعذب مين؟ عمه، وقال له انت عملت كل ده وانا دلوقتي هدفعك الثمن، وراح على عينيه واخد حبه جرعه كده هو كان عايزها، لان الجرعه دي هتفيده بعد كده قدام وهنعرفها هتفيده في ايه. وهنا طبعا فيكتور خلاص اخد الجرعه وحبه هيتحول، لكن احنا دلوقتي هنشوف منظره بعد الحوارات والجهاز العصبيه بقى ايه قدام لسه شويه. وهنا الشرطيه بدات تكلمها وبدات تاخد لها في حضن وقالت لها انا مروحه. وهنا بدات الشرطه تحاصر المكان، وكل ده كلام قدام بودر وهو قدام وباصص وعارف ايه كل اللي بيحصل ده. وهنا طبعا جه دبان كتير، طبعا مين اللي عامله؟ بودر، والدخان وعمل قنبله كبيره، وبدات عركه بين بودر والولد ده، عركه جامده جدا. لكن بعد كده خلصت الحرب دي على مين؟ على فرقعه قنبله كبيره، والمسا فرقعت وبهدلت الكوبري. وهنا كمان يجيب في الاخر لقطه ان بودر وقعت وكانها ماتت، ويجي على طول دور عمها يشيل بودر وكان زعلان انها ماتت، لكن بعد كده قال لها انت مش هتموتي، يعني مش هتموتي. وعلى طول وكان بودر زعلان عليها بجد. كل ده الكلام قدام مين؟ قدام فاي، وهي بتتفرج على الموقف الغريب ده. وبعد كده فاي نجحت اللي هي تنجح الناس الشرطيه توصل لبيتها، وكده يبقى وصلوا في امان في المدينه العليا. وبدا هنا كلام جديد ومرحله جديده في الحلقات. خليك معايا يا رفيق، الحلقه لسه طايره. وبعد كده عمها بدا يبوس في بنت عمه وقال لها اكيد مش هتموتي والدكتور ده هيعالجك. وهوب الدكتور يجي من وراه وياخد منه الحقنه، والحقنه دي اللي هتقوم مين؟ هتقوم بودر تاني. وهنا تيجي امها الدكتاتوريه الكبيره وهي عندها كلمه واحده: الحرب. يعني الحرب يعني ايه الحرب ياما؟ الحرب. وهنا بداوا تفتكر فاي ذكرياتها مع بودر وبدات تحكيها للشرطيه كانهم اخدوا على بعض قوي، وفعلا كده يبان انهم اخدوا على بعض قوي. وهنا بنلاحظ التحول الغريب على بودر، وبودر فعلا بدا يتحول وبقى حاجه كبيره، والكلام ده بقى غريب جدا. ودلوقتي هم في المحكمه العليا، فاي والشرطه وقالت لهم مش لازم تتفاوض مع سيلكو لانه لو فوتوا معاه هيدمرنا، ده تدخل معاه على الحرب. لكن هو قال لا احنا هنتفاوض. قالوا له ده عايز يستقل بالمدينه السفليه ويعملها زون. قال لها اطلعي بره. قالت لهم عارفه طريق اللي انا طالعه بره، وراحت طالعه بره. وجات له تاني وقالت هنعمل معاك تحالف. قال لها ايه نوع التحالف؟ قال لها هاخد القفاز معاه الماسه ونهجم على سيليكو والمصانع بتاعته وندمرها، وهو هيجي لك بعد كده. قالت له ايه رايك في الفكره دي؟ قال لها يلا بينا. وفعلا يا رفيق راحوا على طول للمواجهه بقى في المصانع بتاعه سيليكو، وهي وهو في ظهر بعض، وبدا الضرب في كل مكان. واللي بعده يا هنا يا سعده، بعد ضرب كتير وضرب طويل وكل واحد بيضرب في التاني ومفيش اي حاجه بتقف، وبدا يتحارب في وحوش والضرب في وحوش، والشغلانه بدات تكبر اكتر واكتر. فجاه المعلم ده راح قاتل طفل، والطفل ما يتعداش عمره، فضل باصص قوي وزعل ان هو وهنا الطفل مات. كل ده بسبب المعلم. بدات فاي تكلمه وتقول له ده مش ذنبك انك قتلته. قال لها انا اللي قتلته بسبب ضربه غلط. قالت له طب خلاص انا مروحه ورايحه ادور على بودر. قال لها انت مش خارجه من هنا. وكانت لسه هتبدا معركه بين الاثنين، وكنت اتمنى ان انا اتفرج عليها، لكن بعد كده كل واحد راح لحياته. وهنا سيليكون جه بعد كده وبدا اللي هو يتفاوض مع مين؟ مع الراجل التاني اللي قتل الطفل. قال له هاخد كل حاجه وهديك كل حاجه وهعترف كل حاجه، لكن في مقابل اللي انا استقل على المدينه بزول. وانت في المقابل؟ قال له لا مش عايز الكلام ده، انت في المقابل هتسلمني مين؟ بودر. قال له لا انا مش موافق. قال له خد ورقتك ولما توافق يبقى تيجي تاني. وهنا بقى مين؟ فان بدات تدخل وقالت لهم يلا بينا. قالت لها انت عايزه ايه؟ قالت لها عايز اخد حق اللي قتلتيني وكنت هتكسبيني. وبدات معركه بين الاثنين، وخد وهات. افتكرت ابوها راحت قايمه للبيت، وعينك لما تشوف الا النور جابتها على طول فحت فوق تحت ردم، وراحت موتاها وطلعتها على اللوبي. وهنا فان بتظهر اللي هي متكتفه، وكمان مين جنبها؟ اختها، وكمان مين قدامها؟ ده عمها، وكمان مين تاني؟ كمان الشرطيه. كلنا اتجمعنا كده وقالت لها خلي بالك هنا هيبدا الانتقام، وهنبدا كل واحد يحاسب، وكل واحد هيحاسب على حسابه. اول حاجه انت يا عمي ليه عملت كل ده؟ ليه كدبت عليا؟ الناس سابتني وهي كانت واقفه في ظهري، لكن مش مهم. وبودر هنا بيظهر اللي هو يا عيني منكسر، ولكن تتقلب النتيجه، يتحول الوحش اللي حوله عمه وجابهم كلهم وقتلهم كلهم. اول حاجه قتل عمه، قال لها خلي بالك انا ولا سلمتك ولا كنت بتفاوض حتى ولا كنت بفكر. وبعد كده راحت بودر راحت بصه لاختها وراحت قاعده على الكرسي بتاع عمها وقالت كده بقت خربانه، وراحت قالت انا هرجع تاني وهنتقم من كل اللي اذاني وكل اللي عمل فيا حاجه وحشه. وبعد كده راحت بصه للقمر وفضلت بصاله قوي حبه كتير قوي كتير، وراحت هوب راحت ضربه. وهنا ينتهي بقى المسلسل خلاص، وهنا يبقى النهايه. عايزك دلوقتي يا زميلي تعمل لايك بقى واشتراك عشان ده اول فيديو لينا في القناه، وتفجر يعني الفيديو ده قوي لان انا والله الفيديو ده تعبت فيه. واشوفك في فيديو جديد، ولو عندك انمي اكتبه في الكومنت عشان ايه نعرف نلخصه ونعرف نتكلم عليه. واشوفك في فيديو جديد، ولو عجبك يا ريت تكتب لي في الكومنت انه عجبك ولا لا. بس قبل ما تقفل الفيديو صلي بينا على النبي، ويلا اشوفكم فيديو جديد. باي.